السلام عليكم حبايبي. النهاردة جايالكم بوصفة بسكوت رهيبة، طعمها رائع فوق الممتاز. طريقة تشكيلها سهلة جدا، مش هتاخد منكم وقت ولا مجهود، ومكونات بسيطة جدا. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. أول حاجة هنزل باتنين بيض بدرجة حرارة المطبخ، عليهم الفانيليا. هنزل عليهم بنص كوباية من السكر العادي الحبيبات، بس ما تكونش حبيبات خشنة قوي، وهضربهم حلو جدا بالمضرب السلك. اول ما يختلطوا هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت. اضربي واخلطي حلو قوي. بعد كده هضيف معلقه كبيره من النشا او الكاستر وهخلطها، وهنزل بقى بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، وهخلط كل المكونات دي حلو جدا مع بعض زي ما احنا شايفين. هنزل بالدقيق بقى تدريجي، انا جنبي 3 كوبايات من الدقيق نخلهم حلو. هنزل بأول كوباية هتختفي كده في الخليط، هبدأ انزل بالتانية وهخلطها برضو واقلبها. طبعا الدقيق انا بنزل بيه واحدة واحدة علشان اتحكم في عجينة البسكوت، انا مش عايزاها ناشفة قوي. خلطت التانية، بدأت التالتة بقى نزلت بتلات ارباعها، والربع شيلته على جنب كده لحد ما اشوف العجينة هتبقى معايا شكلها ايه. طبعا عجينة البسكوت انا ما بعجنهاش، انا بس بجيب من تحت اللي فوق كده، بقلب البسكوت لحد ما دي يختفي فيه زي ما احنا شايفين. خلاص كده هي طرية، بتلزق تلزيقة بسيطة خالص. هبدأ بقى اشيل الدقيق ده على جنب كده، وهجيب بولة تانية وهقسم الخليط لنصين، نص فانيليا ونص التاني هحط عليه كاكاو. حطيت على الفانيليا دلوقتي معلقتين كبار من الدقيق علشان اظبطها، والكاكاو هحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، وهخلطهم حلو. طبعا خلطتهم وهمسك بقى الكاكاو، طبعا هشيله كده في كيس، وبعد كده هبدأ بالفانيليا هفردها زي ما انتوا شايفين على شكل مربع، وهجيب برضو الكاكاو هفرده على شكل مربع. هحط الاتنين على بعض. طبعا انا فردتهم هنا على ورق زبدة عشان يسهل معايا عملية الفرد، وكمان عشان لما اقلبهم على بعض. قلبت انا هنا الكاكاو على الفانيليا وظبطتهم كده بالراحة خالص، وبدأت أتنيهم نصين بالورق الزبدة زي ما انتوا شايفين كده بالراحة خالص. يعني تنيت الاتنين على بعض، وهمسكهم بقى رشة من الدقيق خفيفة جدا، وهفردهم بالنشابة. هفردهم حلو كده زي ما انتوا شايفين. انا هشيلهم من على ورق الزبدة وهحطهم على الرخامة مع رشة من الدقيق عشان اعرف اتحكم فيها. رشة كده من الدقيق. انا كده دلوقتي قسمتها مرة وفردتها، هبدأ افردها بالطول كده، وهجيبهم الاتنين تاني على بعض وهفردها للمرة التانية. يعني انا كده مرتين، ودي بقى اخر مرة هظبطها وهتني على بعضها بحيث ان هي تبقى مستطيل زي ما انتوا شايفين. يبقى انا كده تنيتها 3 مرات على بعض. خلاص هجيب بقى الصينية اللي هحط فيها عجينة البسكوت دي. الطريقة دي بقى هتخليلي الطبقات اللي انتوا شفتوها في الاول الفيديو، علشان انا تنيتها كذا تانية 3 مرات. بدأت بقى جبت الصينية دهنتها دهنة زيت خفيفة جدا، حطيت فيها طبقة البسكوت كده وظبطتها من الجوانب. هكون مجهزة الفرن على درجة حرارة متوسطة. هدخل الصينية على الشبكة في النص. أول ما يطلع وهو لسه سخن، هجيب بار شوكولاتة وهبدأ أسيحه وانزل عليها بسرعة. يعني المرحلة دي بقى عايزة في الجو الساقع اللي احنا فيه ده سرعة، علشان الشوكولاتة ما تنشفش معاكي وتجمد وما تبقاش مفرودة حلو. فردتها كده بالراحة خالص على البسكوت، وجبت طبعا شوكولاتة بيضة وبدأت أقلمها، وزي ما احنا متعودين على الشكل التقليدي اللي نعرفوه، خطوط رايح جاي، هتديني شكل جميل جدا. هسيب الشوكولاتة دي تجمد شوية، وبعد كده هبدأ أقطعه تقطيع مربعات بقى حسب الحجم اللي انت عايزاه، بس ما تسيبيش الشوكولاتة تجمد قوي علشان تعرفي تقطعي البسكوت. شفتوا بقى طريقة تشكيله سهلة ازاي؟ والتطبيقات اللي احنا عملناها ديت هي اللي هتخلي شكل البسكوت من جوه مدي تقليمة حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان طعمه كمان اروع من شكله. طعمه حلو جدا، وعمل معانا كمية حلوة. شايفين حبايبي؟ جربوه هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك،
اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.